السلام عليكم، سنة أولى عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين ورمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين. دلوقتي يا دكاترة هنبدأ مع بعض الدرس الثالث في الفصل الأول عشان يبقى ختمناه كله إن شاء الله بإذن الله. الفصل ده أو الدرس الأخير بيتكلم عن حاجة اسمها العناصر الغذائية وصحة الأنظمة البيئية، ولكن كالعادة قبل ما نبدأ ربي يبارك لك ويوفقك ويرضيك ويكرمك ويرزقك الجنة وتحقق كل اللي أنت نفسك فيه. دلوقتي يا دكاترة أنا عندي 3 عناصر هم اللي هشتغل عليهم النهارده، خلصتهم، حصتنا خلصت وحصة في منتهى الجمال ومنتهى السهولة. مين يا أحمد العناصر اللي عندنا؟ عندي عنصر بحرف السي اسمه عنصر الكربون، عندي عنصر بحرف الان اسمه عنصر النيتروجين، عندي عنصر بحرف البي اسمه عنصر الفوسفور. يبقى أنا معايا كده الكربون، بدأناها بس بدأنا كربون، والراجل ده اللي اسمه النيتروجين، وبعد كده عندي عنصر الفوسفور. طيب سم الله وتعالى نبدا كل واحد من دول ونشوف الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. وليكن يا اولاد اول عنصر هنبدا بيه هو عنصر الكربون. ماله يا احمد عنصر الكربون؟ في البدايه يا اولاد عنصر الكربون ده عنصر مهم جدا وموجود في مواد كتيره جدا جدا جدا، بالتحديد يا اولاد المواد العضويه. احمد معلش يعني ايه كلمه مواد عضويه؟ بص يا دكاتره، السنه اللي فاتت لما كان في احياء كنا اول درس على طول بنتكلم فيه كنا بناخد الفرق ما بين حاجه اسمها المواد العضويه والمواد الغير عضويه، او الجزيئات العضويه والجزيئات الغير عضويه. طيب احمد ممكن تقول لنا الفرق ما بين كلمه مواد عضويه ومواد غير عضويه؟ قال لك يا دكتور المواد العضويه هي عباره عن مواد شرط اساسي ان يكون فيها الكربون ويكون فيها الهيدروجين مع بعض، 2 صحاب يروحوا ويجوا مع بعض. انت لو ليك واحد صاحب قريب منك فانت ما بتخرجش غير بيه، رايح معاه وجاي معاه، لو تليفونك اتقفل حد من البيت يكلم صاحبك لان عارف ان هو معاك. فاحنا كده بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها مركبات عضويه او مواد عضويه شرط اساسي يكون فيها الكربون وفيها الهيدروجين. زي مين يا احمد؟ يلا يا دكتور ما انت في اول حصه خالص خدنا مركب اسمه الجلوكوز، كان تركيبه ايه؟ بص كده C6H12O6، بص فيه السي وفيه الاتش، خلاص ده مركب عضوي. ده مركب ايه؟ عضوي. وعايز اقول لك ان المركبات العضويه دي بتكون من اصل نبات او من اصل حيوان، يعني النبات اللي كونها او حيوان. طيب اما الجزيئات الغير عضويه قال لك ده لا يشترط. يعني ايه يا احمد لا يشترط؟ يعني مش شرط يبقى فيه الكربون والهيدروجين مع بعض، واحد لوحده او ده لوحده. زي مين؟ وليكن مثلا زي ثاني اكسيد الكربون. هل ثاني اكسيد الكربون عضوي؟ لا يا احمد ما في كربون، بس كربون بس. لو الكربون والهيدروجين مع بعض انا هقول عليه عضوي. طب زي مين يا احمد؟ زي عنصر اسمه H2O الميه. يا احمد الميه ايه؟ الميه غير عضوي لان فيها هيدروجين بس. وكمان يا اولاد الغير عضوي بيكون من اصل الطبيعه. طيب يبقى ال CO2 او ال H2O بيكون من الطبيعه، جاي من الطبيعه، جاي من ربك سبحانه وتعالى. طيب يا دكتور هل يا ترى الكربون موجود فين؟ اكتريته هنلاقيه موجود في المواد العضويه لان شرط يبقى فيها كربون. حلو قوي. يبقى الكربون هيبقى موجود فين؟ بص يا دكتور عشان يجي لك في الامتحان، ممكن يا ولاد موجود في حاجه اسمها الكربوهيدرات. مين يا احمد الكربوهيدرات دي؟ شوف اي حاجه بتتخن، اللي هو مين؟ السكر او النشويات اللي هي النشا. اذا الكربوهيدرات. 2 يا دكتور لما تيجي تاكل دهون، الدهون دي يا ولاد بنسميها ليبيدات او ليبيدات. حلو، يبقى الكربون ده موجود في الكربوهيدرات وموجود في الليبيدات او الليبيدات. وكمان يا ولاد الكربون موجود في البروتينات. موجود فين؟ في البروتينات. وكمان يا دكاتره الكربون ده موجود في حاجه اسمها الاحماض النوويه. اسمها الاحماض النوويه. مين يحمل الاحماض النوويه؟ اللي هو واحد لو انت تعرف اسمه الDNA وواحد تاني اسمه الRNA. واحد اسمه الDNA وواحد اسمه ايه؟ الRNA. سريعا ايه الفرق بين DNA وRNA؟ بص يا دكتور، انت دلوقتي شعرك لونه اسود، لو في شعرات قطعت منه هل بيطلع لك غيرها لونه اخضر؟ عيب يعني، مستحيل تبقى انت ماشي كده شعرك كله اسود وفي حته خضراء من النص كده. بص يعني لما تطلع لك شعريه بيطلع لك غيرها، لما تتعور بيطلع لك جلد تاني. اللي بيدي الامر ان يطلع لك الشعريه الجديده بنفس الصفه الوراثيه هو الDNA. الRNA بقى هو اللي بيصنع البروتين الخاص بيخرج الشعريه. يعني مثلا انا الDNA انا رئيس الشركه والRNA شغال عندي، هيجي لي هقول له اتفضل خد طلع لي الشعريه دي، فالRNA ياخد المواصفات المطابقه للشعريه اللي عندي ويروح يطلع غيرها. يبقى المسؤول عن الصفات الوراثيه هو الDNA واللي يشتغل عنده هو الRNA. ده بالنسبه لاماكن تواجد الكربون في انهي مواد. يبقى تعالى كده بسم الله نبدا صفحه جديده ونقول اول حاجه الكربون. يا ترى يا هل ترى انت كربون موجود فين؟ قال لك انا موجود في المواد العضويه زي الكربوهيدرات اللي هي السكر، زي الدهون اللي احنا سميناها مع بعض الليبيدات. تمام. زي حاجه كمان اسمها البروتينات، وكمان موجود داخل الاحماض النوويه اللي هم اسمهم الDNA واللي هم اسمهم الRNA. طب انا عايز اعرف يا احمد
الكربون ده موجود في الطبيعه فين او في النظام البيئي فين؟ قال لك يا اولاد ممكن يكون موجود 100% في الغلاف الجوي. ما طبيعي ليه؟ لان الهواء اللي حوالينا بيحتوي على غاز اسمه غاز CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. تمام. طب يا احمد هو انا ممكن الاقيه في الميه؟ قال لك هتلاقيه في الغلاف المائي. طب يا احمد نلاقيه في الغلاف المائي ازاي؟ قال لك في صوره حاجه اسمها كربونات CO3. دي اسمها مين؟ دي اسمها كربونات. ويا سلام لو حطينا اتش قبلها يعني تبقى HCO3 بس المره دي هيبقى اسمها بيكربونات. يبقى انا دلوقتي الكربون موجود اول حاجه في الغلاف الجوي، في الغلاف الجوي CO2. طب وفي الغلاف المائي؟ قال لك لا، في الغلاف المائي كربونات او بيكربونات HCO3. بعد كده يا اولاد ممكن نلاقي في الغلاف الصخري. مين يا احمد الغلاف الصخري؟ اللي هو الصخور يا دكاتره. وعندنا اشهر انواع الصخور هي صخور بتسمى الصخور الجيريه. تسمى الصخور الايه؟ الجيريه. والصخور الجيريه تتكون من حاجه اسمها كربونات الكالسيوم CaCO3. ده بالنسبه للصخور الجيريه. في صخر تاني يا اولاد اسمه صخر الدولوميت. بالله عليك ما تقولوا الدولوميت، اسمه دولوميت. اسمه صخر ليه؟ الدولوميت. صخر الدولوميت رمزه CaMgCO3 الكل 2. يعني معلش تعال على نفسك وحاول انت تحفظها. CaMgCO3 الكل 2 او باي 2. ده مين يا احمد؟ ده الغلاف الصخري. يبقى خدنا كام غلاف؟ 3. يلا سمي الله. في الغلاف المائي في الغلاف الجوي CO2. في الغلاف المائي كربونات بيكربونات CO3 HCO3. في الغلاف الصخري قال لك في الصخور الجيريه CaCO3. وكمان يا اولاد في صخر اسمه صخر الدولوميت. طيب بعد كده تعالوا هنلاقي الكربون ده موجود كمان يا اولاد في الوقود الحفري او الوقود الاحفوري. مين يا احمد الوقود الحفري؟ خدناهم 3 الا وهو الفحم، الا وهو البترول، الا وهو الغاز الطبيعي. على فكره ساعات بيسموا البترول ده النفط. احمد استنى، هو كل ده فيه كربون؟ يا راجل اوعى تنسى بقى، ده الفحم اصلا بيتكون من كربون بس. ده البترول اصلا كمواد هيدروكربونيه، يعني فيه الكربون وفيه الاتش، والغاز الطبيعي كذلك فيه الكربون وفيه الاتش. احمد نلاقي الكلام ده فين تاني؟ قال لك هتلاقيه موجود في اجسام الكائنات الحيه. مين يا احمد؟ لان الكائنات الحيه كلها بتحتوي على المركبات العضويه اللي هم مين؟ كربوهيدرات، ليبيدات، بروتينات، احماض نوويه. اخر حاجه بقى ان اقدر الاقي الكربون ده موجود في التربه. تيجي نفكر مع بعض ازاي يبقى موجود في التربه. استنى يا التربه دي في شجره، والشجره دي بيخرج منها ورق. الورق المتساقط ده ولا كنا بنسميه حاجه الترم الاول كده بيبقى باسم الدبال. بيبقى اسمه ايه؟ الدبال. بيبقى اسمه ايه؟ الدبال. ادي اماكن تواجد الكربون. عندي كام مكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 اماكن. انا اقول مع بعض كده بسم الله. الغلاف الجوي، اول حاجه الغلاف الجوي الهواء ده عندي ثاني اكسيد كربون. بعد كده الغلاف المائي في الميه كربونات بيكربونات. بعد كده الغلاف الصخري الصخور الجيريه والدولوميت. تمام. بعد كده عندي اجسام الكائنات الحيه في صوره مواد عضويه. بعد كده عندي الوقود الحفري فحم بترول غاز طبيعي. بعد كده عندي التربه في صوره الدبال، في صوره ايه؟ الدبال. بعد كده يا دكاتره بيقول لك ان انا هخش على حاجه اسمها دوره الكربون. ودوره الكربون دي احنا قلناها في اول حصه خالص اللي اسمها دوره الكربون. ان انا كان عندي حاجتين. كان عندي اول حاجه بالمنظر ده مثلا كده اهو محدبه، وعندي هنا حاجه اسمها اقراص او صفائح الجرانه اهو اهو اهو. مين دي يا احمد؟ دي كان اسمها والله يا دكاتره البلاستيده الخضراء. ماشي. مالها البلاستيده الخضراء؟ دي اللي بتعمل عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. عمليه البناء الايه؟ الضوئي. ماشي. عشان البناء الضوئي يحصل البلاستيده دي محتاجه ايه؟ محتاجه ثاني اكسيد الكربون ومحتاجه H2O اللي هم الميه، فتاخدهم تعمل بيهم عمليه البناء الضوئي. تروح مدياك ناتج. ايه الناتج بتاعنا؟ كان C6H12O6 اللي هو سكر الجلوكوز، اللي هو سكر ليه؟ الجلوكوز. وكمان معاك اكسجين وكمان معاك ميه. ماشي يا معلم. حلو. بعدين يا احمد قال لك يا دكتور بس انتوا عندكم مفيش ميه بتطلع، ولكن ما علينا، الاصح ان في ميه كمان بتطلع اللي هي بخار الميه. بعد كده انا هيبقى عندي حاجه اسمها الميتوكوندريا. كانت بالمنظر ده كده 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 كده. الميتوكوندريا يا اولاد كنا متفقين كلنا ان هي بتعمل عمليه اسمها عمليه التنفس الخلوي او اكسده الجلوكوز. التنفس الخلوي الناتج بتاعه ATP اللي هي الطاقه، وCO2 وH2O. فبص خرجت CO2 استخدمه في البلاستيده
فيطلع لي اكسجين وجلوكوز استخدمهم في الميتوكوندريا، دي بيبقى اسمها دوره الكربون للحفاظ على نسبته، للحفاظ على النسبه، للحفاظ على ايه؟ على النسبه. دي مين؟ دي اسمها دوره الكربون. اسمها دوره ايه؟ الكربون في الطبيعه. ان النبات ياخد ثاني اكسيد الكربون يعمل بيه بناء ضوئي، بعد كده يطلع ميه وثاني اكسيد كربون، يطلع ميه وجلوكوز واكسجين، يخش على الميتوكوندريا تعمل تنفس خلوي، يلف تاني، وهكذا بتلف دوره الكربون. طيب سيبك من الكلام ده، تعال ناخد الحاجات الاساسيه اللي تجي لك في الامتحان، لان ده قلناها الاول في اول درس خالص. بص يا دكتور، دلوقتي يا اولاد انا عندي نبات حلو كده اهو، عندي نبات، فالنبات ده هتقع عليه الشمس والغلاف الجوي بيحتوي على CO2 ثاني اكسيد الكربون، فالنبات ياخد ثاني اكسيد الكربون ده يعمل بيه عمليه البناء الضوئي فيكون الجلوكوز او كان بيكون الغذاء بتاعه. تمام. هيجي يا اولاد حاجه اسمها اكل عشب، هيجي حاجه اسمها ايه؟ اكل عشب. اكل العشب يروح جاي واكل النبات، وليكن مثلا تعال نتكلم عن غزاله، فالغزاله دي تبدا ان هي تاكل النبات، بعد ما تاكل النبات خدت الغذاء بتاعه. طب هي استفادت ايه لما تاخد الغذاء بتاعه؟ هتساعدها في بناء انسجتها. احمد يعني مش فاهم، هو انت بتاكل ليه؟ عشان تكبر. باكل عشان اكبر، باكل واكبر، اكل واكبر. طب ما هو انت لما الغزاله تاكل هتكبر، بس هي تاكل النبات، والنبات عنده جلوكوز اللي هو الغذاء، فلما تاكلها تكبر. نفس الكلام هيجي ياكل الغزاله دي اسد، والاسد ده هنسميه اكل لحوم، فبرضه ياخد الغذاء، فبرضه يبني بيه انسجته. طيب عايزين بقى دلوقتي نرجع ثاني اكسيد الكربون ده، او نرجع الكربون ده يرجع للطبيعه تاني. بص كده اهو تفتكروا كده، عايزين نرجع الكربون في صوره ثاني اكسيد كربون مثلا للغلاف الجوي مره ثانيه. تعرفوا تقولوا لي بكام طريقه؟ يلا اول طريقه منهم النفس. بص انت بتاخد اكسجين وبعدين بتطلع ثاني اكسيد كربون، يبقى اول عمليه لاعاده ثاني اكسيد الكربون هي عمليه تسمى عمليه التنفس. تسمى عمليه ايه؟ التنفس. طب والثانيه الفضلات يا اولاد اللي خارجه من الكائنات دي بتحتوي على ثاني اكسيد كربون. طب تمام، في حاجه ثالثه يا احمد؟ طبيعي، ولا هو مش ده وده هيجي لهم يوم ويتوفوا، وبعد ما يموتوا ايه اللي هيحصل لهم؟ يحصل لهم حاجه اسمها التحلل. يحصل لهم حاجه اسمها ايه؟ التحلل. يبقى انا دلوقتي ايه هي طرق اعاده ثاني اكسيد الكربون مره اخرى للغلاف الجوي؟ 3. اول واحده التنفس، الثانيه الفضلات، والثالثه التحلل. لان سواء ده لما يموت وده لما يموت وده لما يموت جسمه فيه مواد عضويه اللي هي الكربوهيدرات والليبيدات والحاجات دي، لما الكائنات الرميه الصغننه او الفطريات الصغننه تبدا ان هي تحللها ترجع لها الكربون تاني الى الطبيعه، وتقعد بقى تلف بقى على كده، او دخان المصانع والحاجات دي كلها بتطلع كربون. طيب يا دكاتره، يبقى انا معايا دلوقتي الدوره بتاعت الكربون، بيبدا النبات ياخد ثاني اكسيد الكربون من الميه، حلو، من الميه من الجو، ومع الشمس يعمل بناء ضوئي يكون بها الجلوكوز او الغذاء بتاعه. الغذاء ده هتاكلها اكلات عشب، بعد كده ياكلها اكلات لحوم لبناء الانسجه. كيف يعود ثاني اكسيد الكربون مره ثانيه؟ قال لك بيعود ثاني اكسيد الكربون مره ثانيه ب3 عمليات: عمليه التنفس، عمليه الفضلات، وعمليه التحلل. اتفقنا يا معلم؟ طيب في حاجه كمان بيقول لك يا اولاد، لما يكون الكربون ده الكربون العضوي بالتحديد، الكربون العضوي ده يا اولاد لو هو في الميه، سمي الله بقى واقول لك على حاجه من الاول. كلنا عارفين سبونج بوب ليه واحد صاحبه عامل كده وطالع منه حاجه صغنونه كده. مين ده يا معلم؟ ده سريع. ماشي، سريع يا اولاد عنده من بره كده حاجه تحميه. مين دي يا احمد؟ دي اسمها صدفه. ماشي، الصدفه دي بتتكون من ايه؟ خلينا نتكلم على فكره، بتتكون من CaCO3 اللي هي برضو اسمها كربونات الكالسيوم. يبقى الكربون برضو هيخش مع الميه، هيخش في الميه في صوره كربون عضوي. كربون عضوي يعني موجود في الكائن. فدلوقتي الكربون العضوي موجود جوه الكائنات، انهي كائنات؟ اللي هي الكائنات البحريه، فيخش الكربون في تكوين الصدفه بتاعتها من حاجه اسمها كربونات الكالسيوم. خلينا نتكلم لو انت فاكر حاجه اسمها التكلس، كان الصدفه بتاعتها كربونات كالسيوم، ولو التكلس زاد الحمضيه زادت بتتحلل الى بيكربونات فتدوب. تمام كده؟ تمام. او ممكن يا اولاد الكربون ده يبقى موجود في الصخور زي ما احنا لسه متكلمين، وبالتحديد في الصخور الجيريه او صخر الدولومايت. طيب بما اننا في الميه، فانا ممكن اعمل للصخر ده حاجه خدناها الترم الاول اسمها التجويه الكيميائيه، وكنا متفقين ان التجويه دي بتحلل الصخر، يعني بتغير من نوعه. فلما يتحلل الصخر وترجعه لمكوناته تاني، ممكن الكربون يبدا انه يرجع تاني للميه او يرجع تاني للطبيعه بسبب فعل التجويه الكيميائيه او بفعل التحلل. ده بالنسبه يا دكاتره للجزئيه بتاعه الكربون كده. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. خلصت.
يبقى الكربون بقى، تعالى نلمه بقى مع بعضينا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه قلناها، يا ترى يا عم كربون انت فين؟ انا موجود في كل المركبات العضويه اللي هي الكربوهيدرات واللي هي البروتينات والليبيدات والاحماض النوويه، ماشي كده تمام. يا عم كربون انت موجود فين؟ موجود في الغلاف الجوي CO2، في الغلاف المائي CO3 HCO3 كربونات بيكربونات، موجود في الغلاف الصخري كربونات الكالسيوم CaCO3، موجود في الدولومايد CaMg CO2 CO3 الكل 2 او باي 2، موجود في التربه صوره الدبال، موجود في اجسام الكائنات الحيه في صوره المواد العضويه، موجود في الوقود الاحفوري فحم بترول غاز طبيعي. بعد كده خدت دوره الكربون. دوره الكربون يا دكاتره كنا بنقول دوره الكربون ان انا كان عندي البلاسيده تاخد ثاني اكسيد الكربون تعمل البناء الضوئي، فتروح تديني اكسجين وتديني جلوكوز يروحوا للميتوكوندريا يحصل تنفس خلوي يطلع لي ATP وCO2 H2O. بعد كده يا اولاد بيقول لك ان الحياه بقى بتاعت الكربون هياخدها النبات، بعد كده يجي اكل عشب ياكله يبني بيها انسجته، يجي اكل لحوم ياكله يبني بيها انسجته، بعدين يرجعوا تاني بكام طريقه؟ بثلاثه. اول طريقه اللي هي التنفس، الثانيه الفضلات، بعد كده التحلل. من الواضح يا اولاد ان الكربون ده موجود في الكائنات الحيه وموجود في الصخور وموجود في الميه، يعني بيحصل له تفاعلات كتير. فنقول يا اولاد ان الكربون ده ناتج عن 3 عمليات اسمها بايو، بص كده، بايو اجسام كائنات حيه، جيو اللي هو موجود في الصخور، كيميائيه عشان بيحصل فيه تفاعلات، عشان دي موجوده في اسئله. اذا الكربون بيرجع في صوره عمليات ايه؟ بايو جيو كيميائيه. ادي بالنسبه للكربون. اللهم لك الحمد، خلصنا الجزئيه بتاعته. طيب كده يا دكتور خلصنا الكربون، يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم على العنصر رقم 2 الا وهو النيتروجين. اكتب بقى النيتروجين. والنيتروجين اللي هو ال N2، وده موجود يا ولاد في الغلاف الجوي بنسبة 78%. طيب احمد في البداية، هل النيتروجين موجود في مركبات برضو زي الكربون كده؟ قال لك النيتروجين هو المكون الاساسي يا ولاد لمين؟ للبروتينات. مكون اساسي ليه؟ للبروتينات. طيب يبقى انت كده النهارده خدت حاجه موجوده في البروتين، حاجتين موجودين في البروتينات، الكربون والنيتروجين، الكربون والنيتروجين. تعال بقى نشوف القصه بتاعت النيتروجين ماشيه ازاي. قال لك يا دكتور ان انا عندي النيتروجين اهو N2 موجود في الغلاف الجوي في صوره غاز عادي، غاز اسمه النيتروجين. غاز النيتروجين ده احنا عايزين ندخله للتربه، اهو ادي التربه. يا ترى ندخله التربه ازاي؟ محتاجين نثبته في التربه. فتعالوا نجيب مع بعض حاجه تثبت النيتروجين في التربه. احمد انت اديتها لنا الترم الاول اسمها بكتيريا العقديه. اسمها البكتيريا الايه؟ العقديه. راح الكتاب كاتب لك ايه؟ قال لك لا يا عم ما اسمهاش بكتيريا عقديه، مش انتوا عايزين تثبتوها؟ يبقى اسمها معلش البكتيريا المثبته للنيتروجين. يا سلام، البكتيريا مثبته للنيتروجين. تمام، هتثبتيه ازاي يا ست الكل؟ قال لك انا هجيب له حد يقف معايا، يعني هو كان N2 فالراجل يبقى اسمه NH3، يعني النشادر. يعني ايه النشادر؟ النشادر دي بقى يا اولاد يمتصها النبات فيكون البروتين الخاص بيها. انا بقول لك اهو النيتروجين بيستخدم في تكوين البروتين. طيب عارف انت البقوليات، فول، بسله، عدس، الحاجات دي دول فيهم بروتين، جابوه منين؟ جابوه من النيتروجين اللي كان موجود في التربه. طب بقول لك ايه، هو لو النشادر دي زياده، فبعد النشادر دي لما تبقى زياده تعالى هنعمل لها عمليه اسمها عمليه النيتره. استنى والله سهل، اسمها عمليه الايه؟ النيتره. مين يا احمد النيتره دي؟ قال لك بص يا معلم، ال NH3 اهي هنحولها اول حاجه لمركب اسمه NO2 اللي اسمه نيتريت. اسمه ايه؟ نيتريت. عايز بقى البكتيريا اللي بتعمل كده، بص سبحان الله دي نشادر بقت نيتريت. البكتيريا اللي عملت كده اسمها بكتيريا النيتريت. يا سلام، اسمها بكتيريا الايه؟ النيتريت. سبحان الله. طب بقول لك ايه، تعال نحول النيتريت ده كمان. بص NO2 اللي هو النيتريت هنحوله الى NO3 الى حاجه اسمها النترات. ما تقولش ان اللي عمل كده برضو اسمها بكتيريا النترات. يا سلام، اسمها بكتيريا ايه؟ النترات. ولما يجي الكائن مثلا ياكل النبات فياخد منه البروتين في صوره النشادر اللي هو عملها دي، فانا باخد البروتين بتاعي لما اكل النبات. حلو قوي. طيب وبعدين يا اولاد عايزين نبدا ان احنا نحلل او نرجع النيتروجين ده تاني. طب زياده، كل دول ايه؟ زياده. تاني كده يا اولاد، كان عندي نيتروجين نزل التربه اتثبت بقى اسمه نشادر. حلو قوي. النشادر دي بيمتصها النبات. الزياده هنعمله نيتر، زياده من النشادر هنعمله نيتر، فتتحول الى نيتريت، بكتيريا نيتريت تحول الى نترات، بكتيريا نترات. دي النترات دي بقت زياده. تعالوا نرجعها بقى تاني الى الغلاف الجوي. ادي النترات NO3 قدامها سكتين، يا اما ترجع تاني تبقى غاز نيتروجين،
يا اما ترجع تبقى N2O الا وهو اكسيد النيتروز، الا وهو اكسيد الايه؟ النيتروز. ده بالنسبه للزياده. طب يا احمد بالنسبه لان في عمليه مهمه جدا خدناها برضو في الكربون اسمها عمليه التحلل. اسمها عمليه ايه؟ التحلل. لما الكائنات بتموت، الكائنات دي جسمها في نيتروجين، فالنيتروجين ده هيتحول هو كمان الى نشادر NH3 عن طريق عمليه التحول بالبكتيريا وبالفطريات. ده النيتروجين كله خلص. تعالى بقى ناخده كده مع بعض مره كمان. دلوقتي كده يا ولاد انا كان عندي ال N2. ال N2 ده فين؟ ده في الجو. ال N2 هينزل في التربه. هينزل فين؟ في التربه عن طريق البكتيريا اللي اسمها بكتيريا تثبيت النيتروجين. بكتيريا تثبيت الايه؟ النيتروجين، سميت الله. هيتحول بعد كده ال N الى NH3 في التربه. تمام. ال NH3 ده بيحصل له عمليه ايه؟ بيحصل له عمليه النيتره. يلا NH3 هيبقى NO2 يعني اسمها النيتريت. اسمها الايه؟ النيتريت. حلو. بعد كده نجيب ال NO2 نخليه NO3 يعني اسمه ايه؟ نترات. والبكتيريا اللي اسمها بكتيريا النيتريت او اسمها بكتيريا النترات. النترات بقت زياده، نروح جايبين ال NO3 او ال NO3 ونرجعها تاني. عارفين هو ده البكتيريا اللي بترجع اسمها ايه؟ بص سبحان الله سبحان الله. البكتيريا اللي ثبتت اسمها بكتيريا تثبيت النيتروجين. البكتيريا ايه؟ البكتيريا هنا اسمها بكتيريا النيتريت. اسمها بكتيريا النيترات. سبحان الله. مش احنا هنرجع النيتروجين؟ يبقى اسمها بكتيريا اعاده النيتروجين. فالNO3 اللي هي النترات يا اما تتحول لنيتروجين بس يا اما تتحول الى N2O اللي هو سميناه اكسيد النيتروز. طب وعمليه التحلل؟ عمليه التحلل انت بتحول النيتروجين اللي موجود في الجسم الى نشادر NH3. ادي بالنسبه للنشادر. تعال نفنش حصه النهارده الا وهي رقم 3 الفوسفور. رقم 3 ليه؟ الفوسفور. الفوسفور عنصر الرمز بتاعه P. الفوسفور يا دكاتره، الفوسفور اول حاجه كده عايز اعرف موجود في انهي مركبات عضويه زي ما بنتكلم كل واحده. الفوسفور يا ولاد موجود في الاحماض النوويه. مين يا احمد الاحماض النوويه؟ DNA والRNA. يبقى انت كده DNA والRNA فيهم كربون وفيهم فوسفور. ادي اول حاجه. تاني حاجه الفوسفور يا ولا مش موجود في حاجه اسمها ATP ادينوزين ثلاثي الفوسفات. ما الفوسفات دي مجموعه اسمها مجموعه BO4 يعني اكسجين ومعاها فوسفور. حلو اللي هو السكر. كمان يا دكتور الفوسفور ده موجود في الاسنان وكمان موجود في العظام. يبقى تعالى كده سمي الله. الفوسفور ده موجود فين؟ موجود في الاحماض النوويه، موجود في ATP وموجود في الاسنان وموجود في العظام. تعالى اقول لك بقى الفوسفور ده ليه حاله خاصه غير الباقي. ايه الحاله الخاصه؟ النيتروجين كان غاز والكربون كان غاز. اما الفوسفور لا يوجد في صوره غاز. لا يوجد في صوره ايه؟ غاز. اتفقنا. امال يا احمد بقى اللفه بتاعت الفوسفور بنشتغلها ازاي؟ قال لك بسم الله. دلوقتي يا اولاد انا عندي صخر حلو كده، والصخر ده بيحتوي على عنصر الفوسفور العضوي. ماشي، عنصر الفوسفور. تمام. الصخر ده هيحصل له حاجه اسمها يا رب تفتكروها تجويه. ماشي. يعني ايه تجويه يا احمد؟ تكسير تفتيت. الصخر ده هيبدا ان هو يتكسر اهو ويتفتت. بعد ما يتكسر ويتفتت الفتافيت الصغننه دي بتحتوي على عنصر الفوسفور. ماشي. الفتافيت الصغننه دي يا اولاد تروح للميه. تروح ليه للميه؟ عامل الرياح تيجي تشيلها وتنقلها توديها في الميه. هو مين اللي بيستخدم الميه في الغذاء بتاعه؟ النبات. والنبات يعمل بيها عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. بعد البناء الضوئي فيكون الغذاء بتاعه اللي اسمه الجلوكوز او يكون الغذاء بتاعه. مين اللي يجي ياكل الغذاء؟ اكلات العشب او اكلات اللحوم. فلما اكلات العشب تيجي تاكل النبات تاخد منه الجلوكوز، والجلوكوز خلي بالك المره دي محتوي على الفوسفور. فلما العشب يجي ياكله يبقى العشب كل الفوسفور، ولما اكل اللحوم يجي ياكل اكل العشب ده هو كمان برضه هياخد الفوسفور. بص خلصت. سهل قوي الفوسفور، سهل جدا. وبعد لما يموت طبعا تيجي البكتيريا تحلل وترجعه تاني مفيش اي مشكله. يبقى تاني يا دكاتره كده بص عندي صخر. الصخر ده كان صخر بيحتوي على الفوسفور، حصل له تجويه، الصخر ده اتكسر بقى فتافيت، الفتافيت فيها فوسفور راحت للميه. مين اللي بيعمل الميه؟ النبات بيعمل عمليه البناء الضوئي. فبعد ما ياخد الميه بالبناء الضوئي اللي هي مليانه فوسفور ينتج الجلوكوز بتاعه فيه فوسفور، فيجي ياكل الاكلات العشب تاكل
بقى فيها فوسفور. تيجي اكلات اللحوم تاكل بقى برضه بقى فيها فوسفور. خلاص، وبعد كده تتحلل بعد ما تموت ويرجع تاني الفوسفور الى الطبيعه. اخر حاجه يا اولاد بيقول لك ان في عمليتين بيأثروا على العناصر دي. في عمليه اسمها عمليات هطول الامطار. الاولى اسمها هطول الامطار، والثانيه اسمها عمليه التبخر. لو جينا قلنا دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، هتلاقي ان هطول المطر والمطر وهو نازل، كده المطر ده هيكون فيه الغازات دي موجوده، الكربون والنيتروجين، فيعمل على توزيع العناصر دي على سطح الارض. اما التبخر يعني انت بترفع الميه لفوق، فانت بتعمل على اعاده بخار الماء للسطح مره ثانيه. ده بالنسبه لهطول المطر، بالنسبه للتبخر. اخر حاجه يا اولاد بيقول لك ان في ظاهره اسمها يا اولاد ظاهره الجفاف. اسمها ظاهره ايه؟ الجفاف. الجفاف دي مفيش ميه خلاص، ما بقاش في مثلا امطار، ما بقاش في هطول كتير زي الاول، فده هيأثر بالسلب. بص، هيأثر بالسلب على مين؟ على النيتروجين وعلى الكربون، لان هم اللي موجودين في الجو، هم اللي عايزين يعملوا لهم توزيع. بس هيأثر بالايجاب على الفوسفور. ليه يا احمد يأثر على الفوسفور؟ هو الفوسفور كان موجود في الجو؟ لا، مش موجود في الجو. طب هيأثر عليه ازاي؟ ان كده في هواء، والهواء ده ما فيهوش ميه، فالهواء ده هيعمل تجويه كتير للصخور، فلما يعمل تجويه كتير للصخور ويكسرها، عنصر الفوسفور هيبدا انه يزيد، وتوتا توتا خلصت الحدوته. بس يا عم، ده كل اللي انا كنت عايزه منك. خلصنا الدرس بتاعنا، خلصنا الفصل الاول. نزل لك ان شاء الله الدرس الاول في الفصل الثاني عشان خاطر نختم محتوى الشهر بتاعنا والمراجعه بتاعتنا كالمعتاد. تعالى تعالى، بسم الله بسم الله بسم الله. اهو دكتور زكتور. بص كده بتاع زكتور، شيلها. دكتور، مهندس، احسن ناس في الكوكب، وانا. وكل سنه وانت طيب. يلا كل سنه وانت طيب. ماشي كده. تعالى نرسم لك فانوس كده ونحط شمعة هنا. السلام، ولعت فيه. ماشي يا عم. كل سنه وانت طيب. حصه خفيفه وظريفه ولطيفه. ماشي كده، ذاكرها وحل واشتغل ودوس في اي حاجه، وان شاء الله نشوف بعض تاني. وكل سنه وانت طيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.